جبال الملح في بور فؤاد او الملاحات في بور فؤاد. يا مساء الفل عليكم جميعا من قناه جوله وقهوه عراق على اليوتيوب. النهارده يا جماعه هاخدكم كده في جوله في جبال الملح في بور فؤاد بورسعيد، علشان افرجكم على جبال الملح اللي هي طالعه ترند دي، ونشوف فيها ايه، وهل فعلا لما نروحها هنحس نفسنا ان احنا سافرنا بره وان احنا رحنا اوروبا والكلام ده كله ولا لا. ويلا بينا نبدا. طبعا نزلنا من المعديه بتاعه بور فؤاد، واول ما وصلنا الملاحات بقى لقينا في اليافطه دي مكتوب عليها سعر التيكت للفرد او سعر التيكت للعربيه الملاكي، فاحنا كنا رايحين بعربيه ملاكي، كان سعر التذكره 25 جنيه. وهتلاقوا اليافطه اللي لسه معديه من شويه دي كان فيها سعر الفرد وسعر الرحلات والكلام ده كله. طبعا احنا دلوقتي دخلنا على البوابه، او يعني يعتبر خلاص دخلنا بقى في المنطقه بتاعه جبال الملح. زي ما انتم شايفين كده بقى بنلاقي جبال ملح كده صغيرة وجبال ملح كبيرة، مجموعة جبال جنب بعضها بالملح ومجموعة جبال تانية، ويعني بتبقى منفصلة كل جبل على حدة. وبتلاقوا طبعا الأرض كلها مفروشة بالملح الباودر، وفي نواحي تانية بتبقى الأرض مفروشة بالملح الحصى. وعلى فكرة هما بيبيعوا اللي هو الملح ده، بتلاقي برضو بره على البوابة تقريبا كان الكيس ب10 جنيه أو حاجة زي كده. طبعا احنا دخلنا بالعربية، دفعنا زي ما قلت لكم 25 جنيه. لقينا بقى المنطقة كده بتبقى يعني منطقة واسعة جدا بتاعت الملاحات دي، فيها جبال الملح زي ما انتم شايفين. الناس بقى هناك بتروح تتصور، بتطلع بقى على الجبال دي كده، وانت وحظك بقى وانت وشطارتك، قدرت تطلع بتطلع، ما قدرتش تطلع بتشوف مثلا جبل اوطى منه شوية بتتصور عليه، تتصور بقى قدامه، تقدر تطلع بتطلع فيه بقى جبال عالية جدا جدا جدا. فده يعتبر كده يعني مثلا شكل جبلين كده مثلا اهو يمين وشمال اهو، وتحت بقى العربيات لما بتكون راكنه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبعد كده الناس بقى زي ما قلت لكم كده، ده مثلا يعتبر من الجبال العاليه الموجوده هناك. في بقى طبعا الناس بتطلع بتتصور، وطبعا عايزه اقول لكم الجو هناك فوق ساقع جدا، فحاولوا ان انتوا تاخدوا معاكم جواكت. بس طبعا انتوا لما بتروحوا هناك على فكره بتحسوا ان انتوا المود بتاعكم متغير جدا، لان هو بيسحب الطاقه السلبيه بجد من الجسم. وبصوا بتلاقوا برضو جزء كده من الجبل ده بيبقى متحجر، وفي جزء تاني بيبقى الملح اهو حصى زي ما انتم شايفين بالشكل الجميل ده. تقدروا طبعا تاخدوا هناك احلى صور وتنبسطوا جدا جدا جدا. الناس كلها هناك مبسوطه بقى وبتبقى فرحانه، بتحسوا ان انتوا بقى في اوروبا زي ما بيقولوا. يعني مش قوي يعني، هو حسيت ان المكان جميل وكل حاجه، بس مش ترندي قوي يعني. هو طالع ترند بس مش ما حسيتش ان هو الضجه الجامده دي قوي. بس بصراحه انبسطت هناك، بس يعني ان هو شبه اوروبا لا، في الطبيعه مش شبه اوروبا، بس في لما بتيجي تاخد الصور ومثلا ضحكت على حد قلت له لا ده انا كنت بره مصر، فهيصدقك فعلا. وبكده تكون جولتنا خلصت. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، تدعموني ان انا استمر. ميرسي جدا ليكم، اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. باي باي.